انا بالنسبه لي للمنتخب الاماراتي افضل من المنتخب المغربي. احنا الامارات تجي تلعب معانا في الميدان بنفوز عليها طال. تعرف ليش؟ احنا حنعلمها قوه. صارت ثلاثة رسميا المغرب الى النهائي. صفر يا حكم، صفر يا حكم، صفر. ارحم مين؟ ارحم الامارات من المغرب. المغرب تفوز على الامارات 3 زي ما توقعت الى نهائي كأس العرب يا مغرب. منتخب الحومه المغربي، شفتوا منتخب الحومه المغربي شنو سوى؟ الى نهائي كاس العرب. قعدت اقول لكم المغرب لا المغرب لا المغرب ما يتغنلهاش. هاتوا لنا المغرب، هاتوا لنا المغرب. المغرب جت مش بهدف مش ب2، 3-0. اعطيه مش 1 ولا 2 ب3. المغرب، هاتوا المغرب، هاتوا المغرب. المغرب ديما كيجي وكيصيفط عباد الله كونجي. ويدي هنيئا للمنتخب المغربي، هنيئا لأسود الأطلس في مقابلة أخوية، مقابلة جمعت ما بين المنتخب الإماراتي الشقيق والمنتخب المغربي الحبيب. ألف مبروك للمنتخب المغربي، ويستاهل الشعب المغربي والمغرب تستاهل هذا الفوز. والله منتخبنا لعب بجدارة لكن الحظ ما حالفنا. اليوم المنتخب المغربي كان قوي، كان مختلف أداء بصراحة. يا اخوان ايش فريق المغرب هذا؟ ايش ما شاء الله تبارك الرحمن. يعني وهذا الان الفريق الاول ولا الثاني؟ يا اخوان انتم مستوعبين الكره المغربيه لوين وصلت؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. شحال كتسالونا؟ شكون انت؟ شحال كتسالونا؟ فهمتي؟ الراق حسب رزقك. عندك التليفونه وطلعوا علينا. اش غدير بها؟ كيفاش غدير بها؟ منين غدوز بنا بحال احنا دوله ديال الدوزيام ديال. ديما كيجيب العز لافريقيا. ديما اللي يحقر عليكم ما تخافوش. كاين المنتخب المغربي اسود الاطلس، منتخب الرجال اللي كيمثل افريقيا ديما احسن تمثيل، وكيهز الرايه ديال المغرب وكيشرف افريقيا. هذا هو المنتخب. اللي يحقر عليكم راه كاين هذا ما تخافوش. فبالتالي النهارده المنتخب المغربي يستحق ان يكون فخر لكل العرب، فخر لكل الافارقه. مش ممكن المغرب بتعمله ده. المغرب يا جماعه عامله منتخبات، عارفه هي عايزه ايه من كل بطوله، عارفه هي بتعمل ايه، حاطه خطه ماشيه بلان ماشيين عليه كده اهوت، وعارفين هم عايزين ايه. النهارده المنتخب الثاني المغربي بيفوز على المنتخب الاماراتي 3-0 باريحيه. لا قطر عامله كاس عرب عشان تفرح المغاربه. والله العظيم يا جماعه تواجد المنتخب المغربي وسط المنتخبات العربيه حرام وظلم كبير جدا، لان في فوارق رهيبه في الامكانيات. منتخب المغرب من اول لقاء قلت لكم عينيهم على اللقب. اسود الاطلس ما يتنازلوش غير الوصول للمباراه النهائيه. كتيبه طارق السكتاوي قدمت مباراه كبيره جدا وفازت بثلاثيه نظيفه. منتخب المغرب بيفوز على الامارات النهارده وبيوصل نهائي البطوله العربيه. منتخب المغرب الثالث مش الثاني، لان الاول هو اللي بيلعب بالتشكيله الاساسيه، الثاني هم الدكه الاحتياطي. ده المستوى الثالث، ده ممكن كمان ده المستوى الرابع، لان الثالث ممكن يبقى منتخب الشباب. منظومه مش جايه تهزر، منظومه معناها على البطوله زي ما بيخشوا في كل البطولات. يا اخي ما انا عارف. انا عندي قناعه كبيره ما شاء الله تبارك الرحمن ان مدرب المنتخب المغربي تبارك الرحمن لو انه يفتر الاحياء كازا، مراكش، فاس، مكناس، مولاي يعقوب، يروحون عند البركه اللي يسبحون فيها، يطلع منتخب ثالث، يطلع منتخب 30. اليوم اسود الاطلس لعبوا بقوه وقتال للامانه، ونقول هارد لك المنتخب الاماراتي ما قصروا في البطوله. مبروكين، تستاهل الجميع. النهارده المنتخب المغربي بالصف الخامس بيلعب كوره اداء اكثر من رائع، بيعمل كل حاجه في الكوره مع المنتخب البرازيلي اللي بيقولوا عليه الاخوه الجزائريين. ده ياكد ان المنتخب المغربي هو المنتخب القوي في شمال افريقيا، هو اللي بيشرف افريقيا، هو اللي بيشرف العرب. شفتوا المغرب يا اخوان يا ناس افهموا، بصف ثالث ينافس على اللقب. وانا تكلمت وياكم فيديوهات كثيره وقلت لكم ان المغرب ما في احد يقدر عليه، ما في احد، صعب انك تقدر على المغرب يا رجل. بالصف الثالث يسيطر ويستحوذ ويسوي كل شيء. اما بالنسبه لحمد الله من دخل غير مجرى المباراه كلها، فلذلك وامام الامارات، والامارات كلها مجنسه وكلهم برازيليين وارجنتينيين ومدري منو، فازوا عليهم. ارحم الامارات من المغرب. نجوم اسود الاطلس يكسبوا الامارات اللي هم ايه؟ اللي هم مين؟ اللي هم الارجنتين بقى، على البرازيل، على الفرق كلها. المغرب النهارده بتدي درس للامارات. قابلك المنتخب الاماراتي ما قصروا، لكن المنتخب المغربي اليوم يستحق الفوز. قدموا مباراه كبيره، مباراه قتاليه، مباراه فيها استفسال، مباراه يعني تعرف اللي شافوا الكاس ضار قدامهم. والله عندك المغاربه في لافينال فريمون يستاهلوا خوتي، داروا باركور فري شباب في هاد لاكور، وان شاء الله يدوها. راني نقول لك اداء ونتيجه، يستمتعوا ويمتعوا. منتخب المغرب في نهائي البطوله العربيه بالثلاثيه. مبروك لاخواتنا المغاربه، وهارد لك للمنتخب
هذا المنتخب الحومه، جمعوهم من هني شوي من هني شوي، يلا تعالوا هني، جيب هذا جيب هذا حط هذا، يلا اوصلوا نهائي كاس العرب. جيبوا كاس العرب، تعالوا ارجعوا، صير خويا وعاود انت والكاس، لا ترجع من غير الكاس. راني فرحان، راني فرحان اكثر من المغاربه. الف مبروك للاسود الاطلس، فوز المنتخب المغربي ضد المنتخب الاماراتي اصحاب الرونديات اصحاب الشاش، سميهم كما حبيت، بثلاثيه نظيفه، خطوكم بثلاثه تتغذى بها وتتعشى بها وتفطر بها، ولا ما عجبكش الحال ترقد بهم في ثلاثه. ولكن اللي جاي ليفوز اللقب او الفريق اللي بده يفوز اللقب لازم يكون واقعي، لازم يكون فعال، لازم يعرف امتى يسجل، امتى يدافع، امتى يطلق رصاص الرحمه. هذا اللي عمله المنتخب المغربي. منتخب المغرب يفوز ويقصي منتخب الامارات العرب الشقيق خارج البطوله. ارفع راسك فوق، انت اسد من اسود الاطلس. منتخب المغرب النهارده فتح مدرسه الفن والهندسه، فعلا قال لمنتخب الامارات ما حدش يستفزني قبل البطوله. المغرب تقدم عظمه في كره القدم، المغرب بتقدم دروس في كره القدم. المنتخب المغربي النهارده قدم درس قاسي للمنتخب الاماراتي، وبيرسل رسائل شديده اللهجه سواء كان السعوديه او الاردن انه منتخب منظم وقوي. هتقول لي المنتخب الاول قوي، المنتخب الثاني للمغرب قوي، المنتخب الثالث مرعب وقوي. كل المراحل العمريه وكل المنتخبات المغربيه منتخبات قادره على انها تفوز باي بطوله لانها بتتمتع بشخصيه البطل. وبالصف الثالث، وانا قلنا لكم بالصف الثالث المغرب بامكانه ياخذ اي خصم، بالصف الثالث هو المرشح الاول للقب. جماعه امكانياتهم صعبه، امكانيات المغرب حاله حال البرازيل، حاله حال الارجنتين، ما حد يقدر عليه. قالوا لك ايه؟ قالوا لك اللي بيلاعب الامارات بيجيب فيها اول هدف بترجع. قالوا لك الجزائر جابت هدف اول في الامارات فرجعت للمباراه. كل لما حد بيلعب الامارات بيجيب فيها هدف بترجع، لكن النهارده المغرب جابت فيها هدف. عارفين اللي حصل؟ ما رجعتش. عارفين ليه؟ عشان تاهت. اضحك يا بقي. المغرب يعني متعطش لكأس العرب، متعطش لكأس افريقيا، متعطش لكأس العالم، هينافس بالمناسبة. فأنا شايف المنتخب المغربي حاليا في حتة تانية لا يقارن بأي منتخب عربي، ومع احترامي للجميع ليس تقليلا من أحد، ولكن لا، الكرة المغربية غير. الكرة المغربية بتطربك، بتمتعك. ديما حنا كندوزو الاولين وكنخليو عوض الله كيتقاتلوا باش يواجهوا المنتخب الوطني المغربي. شكون قال عاوتاني كاين شي هاتو مغرب عاوتاني؟ اليوم ماشي ربحنا غير الامارات، اليوم ربحنا شي 6 ديال الدول. والله الا ربحنا اليوم شي 6 ديال الدول في ضربه، ها البرازيل، ها الارجنتين، ها الكوت ديفوار، ها صربيا، ها المغرب. الف مبروك لاسود الاطلس. ماكري حنايا خسرنا، شاولا من نشوفوا المغاربه يلعبوا في هذه الادوار المتقدمه ويروحوا الله فينا، وان شاء الله باذن الله يدوها. غير رانا فرحانين باسكو كيما يقول لك يدوها هما ولا ندوها حنايا غير كيف باسكو حنايا شعب واحد. كرة أوروبية هاي، اكتساح اكتساح اكتساح. تبارك الرحمن برو. الصراحة يعني بكل صراحة بقول لكم إياها، المنتخب المغربي أو الكرة المغربية بشكل عام وصلت للكرة الأوروبية، يعني وصلت بمستويات الكرة الأوروبية. تبارك الرحمن، اللهم لا حسد، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، اكتساح. هني يبين لك إن دراسة ناس تعبانة من سنين اشتغلوا صمت من غير ثرثرة اعلام وشيء. الاعلام المغربي معروف من غير ثرثرة. هذا المنتخب يعني انشأوا ناشئين، منتخب ثاني ثالث رابع خامس سادس، وبعد اسبوع عندهم كاس اسيا، كاس افريقيا، ومنتخب ثاني غير المنتخب اللي موجود كاس العرب. 3-0، 3 زلبطة، 3 ما فيش. هنا سأقف قليلا احتراما وتقديرا وعشقا لمنتخب المغرب. قلت لكم في اول البطوله حطوا المغرب في النهائي وشوفوا مين جاي. اضحك يا حنكي. مقابله بطبيعه الحال في اجواء رياضيه، الرابح فيها هي العلاقه التي تجمعنا مع الشعب الاماراتي الشقيق. مقابله تاهلنا من خلالها الى نهائي كاس العرب. 3-0 باداء ولا اروع من كده. انا قلت لكم ايه؟ ارجعوا للفيديو بتاع اللي فات. انا قلت لكم ايه؟ قلت لكم المغرب في النهائي، المغرب في النهائي، المغرب بتلعب باداء محترم جدا. طارق سكتيوي دخل المباراة ببعض التبديلات اليوم عن المباريات الماضية. شفنا أسامة طنان مع أعتقد أنس باش مع كروس المغرب. طبعا حريمات، أنا بالنسبة لي هذا اللاعب هو أفضل لاعب بالمباراة اليوم. حريمات خرافي هذا البني آدم. انت ممكن تفرح قبل المباراه، ولكن بعد المباراه هو جه دور المنتخب المغربي. بيسالوا المدرب منتخب الامارات قبل اللقاء انت واثق من الفوز على المنتخب المغربي؟ قال له انا فزت على منتخب الجزائر الاقوى وجيت الدور على المنتخب المغربي. ده المنتخب الثالث مش الثاني كمان، المنتخب الثالث وممكن يتصنف كمان المنتخب الرابع، خلاص هياخد البطوله العربيه. يعني منتخب المغرب الثالث
اقوى من كل المنتخبات العربيه سواء تصنيف اول يوم او تصنيف تاني ومحدش يقدر يواكبهم. خلاص هو ده عصر المغرب للمنتخبات العربيه في البطوله دي، ومع ذلك يعني ما حدش قادر يقف قصاد المغرب، ما حدش قادر يكسب المنتخب المغربي. يعني كان الله في عون اي منتخب عربي سيواجه المغرب الفتره القادمه. على كل حال نقولوا فيليسيتاسيون للمنتخب المغربي، وان شاء الله حد موفق، بون كوراج في لا فينال، وان شاء الله لا كوب راهي ليكم باسكو فريمون تستاهلوا، وما كانش ايكيب اللي تستاهل باش تديها ابار نتوما، وكي تدوها نتوما كاين اللي ديناها حنايا. قلت لكم 3-0 ماشي 3-0. برافو المغاربه، برافو المغاربه. اليوم ماتش كبير، اليوم درتو ماتش كبير تبارك الله، ماتش خيالي اقسم بالله. كره متعه بيوتا، 3 ديال البيوتا، نتيجه اللي ماشي سهله ما شاء الله تبارك الرحمن. الا نهائي كاس العرب ومنتخب اول مره يشاركون. الحين تجيني تقول لي حمد الله يدش يدور مشاكل، ياخذ بطاقه حمراء عقبها يتوكل على الله. هذه اختصاص حمد الله، عبد الرزاق حمد الله. المنتخب المغربي يحفظ ماء وجه المنتخبات العربيه الافريقيه، والمنتخب المغربي من الواصلين الاوائل الى المباراه النهائيه. احنا اللي وصلنا المباراه النهائيه وغنعينوا مع من غادي نلعبوا الاثنين، واش مع السعوديه ولا مع الاردن. بالثلاثه المنتخب المغربي بيؤكد انه جاي البطوله دي مش عشان يوصل ربع النهائي او نص نهائي. المنتخب المغربي جاي البطوله دي عشان يكسبها. اداء ولا احلى ولا اروع من كده. الف مبروك لجمهور المغرب الشقيق، الف مبروك لجمهور المغرب في كل الوطن العربي، وصول المغرب لنهائي كاس العرب، وباذن الله البطوله مغربيه. جه المنتخب المغربي ما قدرش المنتخب الاماراتي يسد امامه. طارق السكتاوي النهارده سد كل مناطق القوه للمنتخب الاماراتي. اداء اكثر من رائع، نتيجه اكثر من رائعه. الجميل النهارده ما هوش فوز اخطف واجري. بتبسطك، بتخليك تحس ان في كره نظيفه بتتقدم في المنتخبات العربيه والكره العربيه بشكل عام. فمتعونا كريم البركاوي بدأها بهدف جميل، وبعد كده المهديوي، وبعد كده عبد الرزاق حمد الله اللي كان نفسي يسجل بصراحه وسجل الحمد لله. الفاينل سواء السعوديه او الاردن، المنتخب المغربي ما بيهزرش، مش هيرحم حد. صدقوني انك هتنزل تكون ند بند كده قصاد المنتخب المغربي هتخسر. كل المنتخبات العربيه عليهم انهم يفتخرون شنو قاعد يسوي المنتخب المغربي. اي والله عليهم انهم يفتخرون شنو قاعد يسوي المنتخب المغربي. ولازم اذا كل المنتخبات العربيه اذا تبون تنشئون كره قدم صح ومسيره صحيحه ما شاء الله تبارك الرحمن نفس اللي سواه المنتخب المغربي، جيبوا ناشئينكم وابدوا من جديد وشغلوا التلفزيون وحطوا طال عمركم المنتخب المغربي من اول بدايته الى وصل كاس العالم ونص نهائي كاس العالم. ضد المنتخب الاماراتي فريق اللي منظم، فريق كيلعب الدفاع كيتقاتل، ولكن راه بنتو فور شي فور. ديما مغرب. شنو بغيتو؟ شكون قال عاوتاني شكون؟ الحمد لله ديما حنا كندوزو الاولين. هبلوكم اليوم مغاربه، يعني دخلوكم كامل في حيت ما فهمتوا والو. كريم بركاوي اليوم كنت في الحسن الظن تاعي، ديجا غير ساعه الفيديو قلت لك بلي لازم تماركي وراك ماركيت. بارك الله فيك، راك فرحت الجزائريين وفرحت كامل المغرب العربي كامل هنايا، وفرحت المغاربه، فرحت توانسه، فرحتهم كامل. رغم ان دوت بيبقى مطلوب في الادوار الاقصائيه، ولكن منتخب المغرب عمل ابداع، عمل اقناع، عمل تيكا تاكا. هدف عبد الرزاق حمد الله، اسيست عبد الرزاق حمد الله النهارده بيقول المغرب موجود بمن حضر. هذا لو جايين بالصف الاول حرام لا ياكلون الاخضر واليابس. الامانه المغرب ما في احد يقدر عليه، هو المرشح الاول للقب والان الى نهائي كاس العرب. النهارده شفنا المغرب بتعمل ايه. انا قلت لكم يا جماعه مش من فراغ، مش بقول لكم المغرب هتكسب اللي هو هبد كده وخلاص او من وحي خيال. انا بقول لك باللي انا شايفه، بالاداء، بالفرقه، بالكواليتي بتاعت اللعيبه. انا شايف هم بيعملوا ايه، فعشان كده انا واثق وعارف انا بقول لك ايه. قولوا تعلموا، لان هذه صارت من اساسيات كره القدم، ان لازم تطالعون المنتخب المغربي شنو قاعد يسوي. ما شاء الله عيني عليكم بارده. منتخب الحومه المغربي الى نهائي كاس العرب اللي موجوده في الدوحه. نصيحه بقى لاي منتخب هيشارك في افريقيا، يا ابني انت لو هتلعب المغرب خد بعضك من قصيرها وحاول ان انت تنسحب في الماتش علشان هتطلع بفضيحه، لان كده البطوله مكتوبه باسمهم وهتتلعب في ارضهم وبالمنتخب الاول بتاعهم ومحدش يقدر عليهم. واكبر تحيه لهذا الرجل سي طارق، كيهضر شويه وكيخدم بزاف. تحياتي ليك وكل احترام وتقدير ليك السي طارق، راك الرجل المناسب في المكان المناسب. اقول لك باريحيه ازاي المباراه كانت ماشيه عكس اللي حصل. يعني ازاي بقى؟ الامارات مستحوذه فهم سايبينهم مستحوذين، اول ما يوصلوا نص الملعب الثاني بتاعهم يقوموا اخدين منهم الكره ورايحين هم على ايه؟ على الجول. مباراه ده فكر مدرب. ما بالكم بالمنتخب الاول لو كان في كاس العرب؟ كنت زمانك شفت نتائج كارثيه، كنت شفت اي منتخب من المنتخبات العربيه الشقيقه بيخسر بالسته والسبعه والثمانيه. فرفقا بالمنتخبات العربيه، رفقا يا مغاربه، قليلا رفقا، يعني لو سمحتوا، يعني احنا اخوات فبالراحه شويه.